ازيكم يا صحابي؟ وحشتوني جدا. معاكم ليندا ورورو من برنامجكم على راديو الدجمة. ازيك يا رورو؟ الحمد لله كويسة. وحشتيني كتير. انت كمان. قوليلي يا رورو، ايه اكتر ايه في الكتاب المقدس انتي بتحبيها وتكون بتعبر عن شخصيتك؟ بحب الآية اللي هي اسمها كوب ماء بارد. كأس ماء بارد. كأس ماء بارد لا يضيع أجره. إنجيل متى إصحاح 10. حلوة قوي. انتي عارفة انك فكرتيني بقصة جميلة جدا جدا. قصة بتقول ان كان في واحد كبير في السن، كان كل يوم الصبح يقعد في البلكونة ويطلع مية وحبوب ويأكل الحمام اللي بيجي يقف على الشباك، وكل يوم كان مواظب على العطية الحلوة دي. كان بيقول انه ده روح وروح جميلة ولازم يأكلهم كل يوم. تصدقي يا رورو ان ربنا منساش ابدا 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 عطيته الحلوة؟ ولما الراجل تعب ورقد جابوله ممرضة تراعيه، فكانت كل يوم تخش الصبح تفتح الشباك تلاقي الحمامة واقفة مستنياه، بس واقفة جوه على سرير الراجل، واقفة مستنياه ومستنية تشوفه. فضلت كده كل يوم لحد لما الراجل بدأ يخف، وصورت الممرضة الحمامة. ولما الراجل خف قالت له انت فعلا نفذت وصية إلهك، كأس ماء بارد لا يضيع أجره. قد ايه ربنا بيحبنا وبيحبنا ان احنا ندي وان احنا ندي بسخاء. صح يا إريني؟ ايه رأيك في القصة الجميلة دي؟ حلو جدا جدا يا ماما، وده بيفكرنا ان احنا لما بنطمن على حد ربنا ما بينساش ابدا، فبيبعت لنا ناس تطمن علينا. برافو يا إريني. نقابلكم الحلقة الجاية من برنامجكم مع ليندا ورورو. باي باي. على الراديو، راديو دوجما 3.10.